من أسوأ الخرافات المنتشرة بين الناس واللي الناس مصدقاها عن ال ADHD خرافة هتدمن على الدوا ومش هتقدر تبطله أبدا، ده مسبب للإدمان. وأنا مدمن على النضارة بتاعتي بصراحة، مش قادر أشوف من غيرها. ده إدمان؟ ده الفرق يا حبايبي بين الإدمان والاحتياج. الإدمان هو لما تاخد أكتر وأكتر لنفس التأثير ومش قادر تشتغل من غير النشوة دي. الاحتياج لما تاخد نفس الجرعة عشان تشتغل عادي. مرضى السكر مش مدمنين على الانسولين، هم محتاجينه. وبتكلم عن مرضى السكر من النوع الاول، الناس اللي نظرها ضعيف مش مدمنين على النضارة، هم محتاجينها. دواء الاي دي اتش دي مش بيخليك تتنشط كده وتبقى كأنك على مخدرات فعلا وتقدر تبطله في اي وقت من غير اي اعراض انسحاب. يعني اللي هيحصل بس انه الاي دي اتش دي بتاعك هيرجع تاني، لانه الدواء ما بيعالجش الاي دي اتش دي، الدواء بيتعامل مع الاي دي اتش دي، او بمعنى صح بيتعامل مع الاعراض بتاعت الاي دي اتش دي. انا اخدت دواء وبطلت الدواء كتير، اخدت دواء سنه، بطلته سنه، اخدته شهر، اخدته مره كل شهر. عارفين اللي حصل؟ مش حاجه دراماتيكيه، يعني مفيش دراما حصلت. اللي حصل فقط ان انا كنت باخد احيانا جرعات غلط، فمع اشاره طبيب ظبط الجرعات، الموضوع بيمشي عادي خالص، مفيش اي مشكله. لكن طبعا لما اخد جرعه مش مناسبه ليا ولا لجسمي ولا لسني، يعني مش هينفع. مفيش يعني اعراض انسحاب حصلت فظيعه الا لما كنت بخطئ في الجرعه، ولا رعشه ولا الكلام ده كله، الا لما كنت بخطئ في الجرعه برضو. لكن لما ببطل الدواء برجع يعني للديفولت او البيس لاين، الاساس. يعني موضوع النسيان وعدم التركيز والكلام ده كله والاندفاعيه بترجع تاني. انا دلوقتي باخدش دواء مثلا وبتعامل مع الاي دي اتش دي بالمهارات والادوات، حاجات اللي اتعلمتها وانا كنت على الدواء على فكره. يعني هو ساعدني ان انا اتعلم الكلام ده على حسب حالتك. فانا بالنسبه لي الدواء عامل زي النضاره، بلبسه بيديني وضوح اكتر، بقلعه ما بشوفش بوضوح كويس بصراحه يعني. لكن اتعلمت ازاي اقوي نفسي ونظري وعقلي علشان اعرف امشي نفسي من غير الدواء وما اكونش انسان دايما محتاج الدواء. فانا ولا مدمن على الدواء ولا مدمن على النضاره. انا لما احتاج النضاره، لما احتاج الدواء بستخدمه. فانك تحتاج حاجه علشان تعرف انت تشتغل صح، ده مش ادمان ولا انت تبقى مدمن. بحبكم في الله.